طب ايه اكتر اغنيه كان بيحبها؟ يعني انت طبعا كنت قاعد معاه وعايش والله كان معاه. بيحب اهواك وبيحب موعود وبيحب فيهم شهر في سنه. يعني مفيش اغنيه كانت مقربه لقلبه يعني؟ اهواك بيحبها جدا. اه. بيحبها جدا. وايه، طب ايه كان نفسه يغنيه لمطرب غيره او لمطربه غيره؟ والله هو نفسه قال الربيع بتاعت استاذ فريد الأطرش. ما دام بقى جبنا سيره فريد الأطرش، احنا عايزين نعرف ايه بقى الخلاف اللي كان بين فريد الأطرش وبين عبد الحليم حافظ. هو بصراحه طول عمرهم كانوا اخوات وحبايب، الصحافه هي اللي بتصدر الخلافات دي. ما كانش في اي خلاف خالص، الخلاف كان بين متعهدين الحفلات. عبد الحليم كان يغني في لبنان، فبعد كده نزل المتعهد بتاع استاذ فريد، حجز مثلا 3-4 قاعات، واستاذ فريد يغني في قاعه واحده. فطبعا الناس وصلت لعبد الحليم، فعبد الحليم اتضايق، ووصلوا للاستاذ فريد، فالاستاذ فريد اتضايق، فقالوا احسن حاجه نقعد مع بعض ونصفي الخلاف، فقعدوا مع بعض فعلا في البرنامج وصفوا الخلاف. وطول عمرهم وطول عمرهم اخوات يعني وحبايب. يعني اول واحد وقف جنب الاستاذ فريد في اول ما تعب كان عبد الحليم، اما جه افتتح مطعمه كان عبد الحليم موجود. كان في لبنان بيعلن عن حفلات الاستاذ فريد عبد الحليم، وكان الاستاذ عبد الفريد بيعلن عن حفلات عبد الحليم في بيروت برضه بنفسه. فهم كان اخوه وصداقه وجمال كله يعني، ونفس شريفه وحلوه وعفيفه، وما بيسرقوش حاجه من بعض ولا يختاروا بعض، لا كانوا ناس كويسه جدا.